المدرسة الرائدة تكلفت بالتعلمات الأساس. كونسي سوبيريور دو لونسينيومون دار واحد التقييم في 2019 وجبر بأنه في آخر الابتدائي والدخول الإعدادي ثلثين الأطفال ما تعرفوش يحسبوا، ما تعرفوش يقراوا العربية ولا يكتبوها، وما تعرفوا ما تفهموا حتى كلمة في الفرنسية. وتنطلبوا لهم في نفس الوقت يدخلوا للإعدادي ويقراوا المادات بحال الرياضيات ولا الفيزيك شيمي ولا علوم الأرض بالفرنسية. مستحيل. يعني العطب بدا من تما. بدا من تما. وغنجيو في آخر الإعدادي ونجبروا ذاك الثلث اللي فهم بقى فيه غير 10%، 90% ما متبعش، ما عندوش المستوى، بغير مستوى. دوك هذه هي الحصيلة. دوك ما يمكنش ما تجيبش واحد الإصلاح اللي بعداك غادي يحل مشاكل هاد التعلمات الأساس، حيت بلا تعلمات الأساس بلا رياضيات بلا لغة راه ما يمكنلكش تفهم وما يمكنلكش تريزوني وما يمكنلكش تخمم وما يمكنلكش تنجح في المستقبل اللي غادي يجيك من بعد، لا في البكالوريا ولا في التعليم العالي. بدينا اولا 6 الاسبوع الاولى حتى 8 الاسابيع تنديروا ذاك تنحسنوا المستوى تاع التلاميذ بهذيك الطريقه الطاغل اللي هو تعلم على حسب المستوى تاع كل طفل. الطفل الاول تنديروا لهم واحد التقييم وتنقولوا الطفل ناقص، هذا مجهد، كل واحد نديروه في واحد الجروب وكل واحد غنديروا له واحد يعني واحد البروغرام ديالو اللي غادي يمكن له يتحسن، وهذا عطى نتيجه اللي حتى هي باهره ما كناش متعودين عليها في ظرف 8 الاسابيع. ولا نعطيك واحد المثال، 27 ناقص 28 في العام الثالث في الابتدائي كان يلاه 13% تاع الاطفال تيقدروا يديروها، من بعد 8 الاسابيع ذاك المعدل طلع ل 57%. 57%. وضربنا تقريبا ب4 المرات المستوى تاع التلاميذ اللي قدوا يديروا هذه العمليه.